يلا بينا نشوف هنعمل ايه الجمال ده. محشي الممبار مفيش حد يعني مبيحبش محشي الممبار. تعالوا كده في البداية، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دي يا جماعة رومي من الورك متقطع ترانشات زي ما انتوا شايفين كده. انا جايباه كده جاهز، لقيت عندهم الرومي مقطعينه كده ترانشات بالكيلو، يعني علشان خاطر ايه ما تاخديش الورك على بعضه ويبقى عندك زيادة، لا خدي على قدك. تمام. هنا جبنا بقى البصل قطعناه كده جوليان، وهنضيف كده عليه اللي نعمله بملح وفلفل. طبعا هو حاجة جديدة، او انتوا عارفين الرومي بيبقى عايز حاجة ايه كده، تتبيلة كده خفيفة برضه عشان ما نضيعش من طعمه، وبيبقى جميل ويعني على قد الاستخدام بتاعك، بدل ما تجيبي الحجم على بعضيه ويبقى كتير عليكي، او يبقى لا هاتيه كده بالكيلو او بالكام قطعة زي ما شفتي كده. وعلى بعضها كده ايه جوز الطيب وملح وفلفل، وبندلك البطاطس البصل بتاعتنا، وبتبقى ناخد البصل بيبقى حلو كل ما بتدلكيه بالحاجة بتاعته دي. تمام، جميل جدا ووصفة جديدة وجربيها وحلوة كده مع المحشي. هضيفنا هنا عليها طماطم مقطعينها كده برضو جوليان مع فلفل، وبرضو بحاول ان انا امكس الخضار مع بعضه وبدلكهم كويس جدا. ببدأ هنا بقى ايه، اخدت كده بعد ما انا اديته كله من طعم بعضه كده، حجزت شوية كده على جنب مقدار عشان اضيف عليه على الوش كده بتاع الورك الرومي بتاعنا، اضيف بقى الترنشات بتاعتنا. تمام. وهبدأ بقى ايه اضيف تاني المقدار اللي انا حجزته بتاع الطماطم والبصل، يدونا بقى تيست وطعم. بس يا جماعة الحاجة دي طبعا لازم هتسيبيها طبعا إيه ساعة ساعتين، يعني تبليهم كده وسيبيهم على جنب لحد ما تخلصي خلطة الممبار، تبدأي تحشيها كده، ابدأي بقى ايه ضيفيها في الفرن، شغلي عليها الفرن وتبقى جميلة جدا وتطلعوا مع بعض يا دوب يعني. طبعا هنا رشينا على الوش كده ملح وفلفل عشان اتبل الرومي بتاعنا، وببدأ برضو هنا اعمل في الناحية التانية ملح وفلفل. سهلة وبسيطة وطعمها حلو وخفيف بدون بقى ايه اضافات غريبة او حاجة، وبضيف عليها الطماطم والبصل. وببدأ بقى ورق زبدة، بضيف الاول ورق زبدة بس هنا اللقطة ما جاتش بتاعت ورق الزبدة، وبعدين ورق الفويل. معانا هنا طبعا الرز معانا ملح وفلفل وبهارات، ده رز الممبار يا جماعة المحشي اللي احنا هنعمله. والصلصة مجهزينها معانا، والبصل برضو مقطعينه قطع في الكبة، وكده كله ايه زي ني في ني. دي 3 معالق كده زيت نباتي كده مع الصلصة والبصل، ما سبكناش حاجة على النار. وهنا الخضار بتاعنا بنضيفه. تمام. وهبدأ هنا الاقي بقى ان الطبق معايا صغير عشان اقدر اقلب الحاجة فيه كويسة. كل ده لسه البصل هضيفه، جبت كبرت الطبق شوية بتاعي عشان البصل، وابدأ ادلك كده الحاجة امزجها كلها مع بعضها، خضرة المحشي مع البصل مع الطماطم. في ناس بتحب في الممبار تقطع كده الطماطم، بس بصراحة انا عملتها كده صلصة معانا. وببدأ بقى ايه، بس بحب اخد مقدار في قالب لوحده، يعني ما عشان دلوقتي هتضيفي إيه، افرضي بقى ما عندك افرضي بقى عندك شوية ايه رز، يبقى هو ما الممبار ما يعني ايه ما اختلطش بيه. لا خلينا كده ايه حبة بحبة كده، ناخد قدام مننا ونحشي. اما تحتاجي تاني رز خدي تاني رز معاكي، وابدأي كملي المقدار بتاعك.
طبعا هنا ببدأ بقى ايه احشي كده الممبار من اول الفتحة كده، بمسكها كويس وببدأ انا اضيف كده ايه، بتمشي معايا والله يا جماعة. طبعا الممبار احنا جاي متنضف، بس عاملين له محلول بقى دقيق وملح وكده وليمون وخل، وسيبناه شوية، وبعدين بنبدأ ندعكه كده وشطفة كده كام واحدة كده ورا بعض، وببدأ اشطفها كذا مرة وببدأ استخدمها. يعني ما تجيبوش متنضف تستخدميه على طول، لا اعملي له خل وملح وليمون. شوفي لازم تضغطي على الممبرايه كده، بحيث ان انا ما بقاش الحشو زايد قوي، يقوم يعني يطلع، او يبقى الصباع ما يطلعش كويس او يطلع سليم، يتقطع معانا والرز يطلع بره ويفرقع حاجات زي كده. فانت بتحشي من هنا وبتضغطي بصوابعك كده، بتخليها كده بأريحية، وبططي معاكي الصباع عشان خاطر يطلع مش متكدس بالرز او محشي رز كتير. انا برضو عايزه ادي مساحه للرز ان هو يستوي. تمام اهو، بصي بتضغطي عليه بصوابعك كده بتخليه يعني بصي اهو، تعملي كله بنفس المعيار، او اوله والنهايه بتاعته والبدايه، برضو بتنزلي منه شويه رز عشان ما يبقاش برضو يطلع منك، يبقى ايه يعني ما يبقاش زحمه في الرز من جوه. تمام اهو، اكمل بقيه المقدار كله نفس الطريقه دي. هنا طبعا كنا مجهزين معانا المية اللي هنضيف عليها الممبار ونسلقها. بنضيف عليها بصلاية وحبهان وملح وفلفل، بيتعامل معاها معاملة كويسة يا جماعة عشان خاطر تدينا نكهة حلوة. بعد ما استوت بياخد يعني تحسي كده تتكي عليها تلاقيها ايه الرزاية استوت تمام، مفيش مشكلة. بعدين بنضيف هنا بنسخن الزيت معانا وبنبدأ نحمره، وبيدي ما بيغيبش خالص في التحمير. وبعدين هو اول ما يطلع رشة ملح وفلفل، طعم بقى كمان تحسي كده بتاكلي حاجة يا جماعة مختلفة. يعني انت اكتفيتي بالملح والفلفل جوه، لا ضيفي عليها ملح وفلفل من بره بعد ما بتتحمر، وفي طبق التقديم على طول بطعمها بصراحة. وألف هنا وشفا يا جماعة. أهم حاجة زي ما قلتلك التركة بتاعتك، ما تزوديش الرز قوي جوه الصباع، وبعدين في نفس الوقت ما تسيبوش برضو فاضي، لا احنا بنسيبه برضو بنضيف له شوية رز كده. اول ما تبططي معاكي على ايدك كده المقدار تلاقيه يدوبك مساوي لبعضه كده، الصباع مساوي لبعضه، اعرفي ان انت كده اديتيله المقدار الكويس جواه وحشيتيه بنسبة كويسة ده جواه وكده. فكده بتكتفي بيه، وبعدين بتبدأي تضيفي المية وتسلقيه، بس ما تزوديش كمية الممبار يعني على الحلة، يعني وانت بتغلي المية ما تزوديش الكمية جوه قوي عشان هو بيزيد جوه الحله. فلازم المقدار بتاع الميه يكون مناسب لمقدار الكميه اللي انت هتضيفيها تتسلق. والف هنا والشفا عليكم يا رب، ولايك وشير يلا معايا، وجميل واحلى ممبار تاكليه، والف هنا وشفا، طعمه تحفه تحفه. انا يعني ده حاجه يعني الناس كلها يعني بصراحه بيتهيألي قليل جدا لما تلاقي حد مش بيحب الممبار بتاعنا او الممبار بشكل عام. بيسموه طبعا في اماكن تانية عزبان، هنا بنسميه ممبار. شوفوا انتوا كل بيختلف من المسمى بتاعه من مكان لمكان. والف هنا وشفا يا رب مع الصدور اللي احنا او الورك اللي احنا مقطعينه كده ترانشات، بيبقى جميل جدا والشكل حلو قوي، بيتكلم لوحده، خطير خطير بجد يا جماعه. وهنا شلنا خلاص الورق خلاص، وقدميه على سفرتك، والف هنا وشفا يا رب.